لو فاكر ان الحر والقعدة قدام المروحة هم اكبر معاناتك في اغسطس 2026 فانت غلطان، لان هوليوود قررت في الشهر ده تنزل بشركة ايس كريم بتقتل العيال، وشارع سكني بالكامل بيتخلع من مكانه، وجيسون استسم نص الكون بيطارده. جاهز فشارك؟ ويلا بينا نشوف اقوى 10 افلام هينزلوا في اغسطس 2026. مايا؟ في المركز العاشر ايس كريم مان. في الصيف والحر والشارع اللي بيغلي مفيش احلى من عربية ايس كريم معدية بصوت المزيكا الشهير بتاعها، تنزل تشتري منها عشان تطري على قلبك. بس هنا الكلام عكسي تماما، لانك لو عايش في البلد الهادية دي وركبت الدماغ انك تشتري بسكويتة فانيليا من عم إيلي روس، غالبا مش هتلحق تتهنى بالطبقة الاولى. فيلم ايس كريم مان بياخدك لمدينة صيفية هادية ولطيفة جدا، لحد ما بيظهر فيها بياع الايس كريم المريب. الراجل مش نازل يبيع جيلاتي للعيال الصغيرة عشان يكسب قرشين حلوين، ده نازل يقدم هدايا وحلويات نتائجها مرعبة، والبلد كلها بتقلب جنان ورعب في ثواني. مخرجنا هنا هو نفسه البطل والمؤلف، يعني الراجل كاتب ومخرج وممثل، وفضى نفسه مخصوص عشان يجي يبوظ فرحة العيال الصغيرة بالايس كريم. من الاخر كده، بعد الفيلم ده لما تسمع مزيكة عربية الجيلاتي معدية تحت البيت عندك، هتقفل الشباك وتربس الباب وتعمل نفسك مش هنا. في المركز التاسع One Night Only. Single people were legally allowed to have sex. I hate this night. This night's insane. I just want to find like a good guide to finding true love. I'm gonna need a clear answer. You're cute when you're nervous. I'm not nervous. Then you're just cute. انت عارف ان في فيلم اسمه ذا بورج اللي هو ليلة واحدة في السنة كل الجرائم فيها مسموحة ومفيش عقاب؟ انسى الكلام ده تماما. في فيلم وان نايت اونلي جاي يقدم الليلة بس على طريقة الكوميديا الرومانسية. الفكرة بتقول ان في ليلة واحدة بس في السنة كلها في نيويورك العلاقات والجنس فيها قانوني 100% ومفيش عليه اي قيود، وفي وسط الهوس ده كله بنتابع 2 من سكان نيويورك بيحاولوا وسط الليلة المجنونة دي يدوروا على الحب الحقيقي. يعني الناس كلها نازلة الشارع تلعب عريس وعروسة، ودول قرروا في اليوم ده يدوروا على الحب الحقيقي. الفيلم من اخراج ويل جلوك وبطولة كالم تورنر ومونيكا باربارو. في المركز الثامن The Last House. He's keeping us trapped. What do we do? We can't help you. I'm sorry. تخيل تصحى الصبح تفتح باب الشقة عشان تشتري فول وطعمية، تلاقي الباب اتصلب ومفيش أي مخرج. ومش بس كده، الشبكة قطعت والبيت اتقفل عليكم كلكم. فيلم ذا لاست هاوس بياخد فكرة العزل المنزلي لحتة تانية خالص. عيلة مكونة من 4 أفراد بيصحوا فجأة بيلاقوا نفسهم محبوسين جوا بيتهم بدون أي سبب أو طريق للهروب، ومع مرور الوقت الموارد والأكل بيخلصوا والتوتر بيزيد، وده كله كوم، والتهديد الغامض المرعب اللي واقف مستنيهم بره كوم تاني خالص. يعني ببساطة لا عارفين يقعدوا جوه البيت من الجوع والخوف، ولا عارفين يخرجوا يتفاهموا مع اللي بره. الفيلم من اخراج لويس لترير وبطولة نجم ناركوس الفنان فاغنر مورا والعظيمة جريتا لي. في المركز السابع ذا دوج ستارز. Radio. My name is Hig. I'm Seema. Survive because we have rules about how to deal with unknowns. I know he has real coffee. I miss music. بعد الخراب الفيروس دمر البشرية، واللي نجا من المرض اتحول تماما لعصابات وحرامية سموا نفسهم الريبرز. البطل بتاعنا اسمه هيج، طيار نجا من الفيروس بس للأسف خسر مراته وعايش وسط كل الدراما دي، وبدل ما يقعد يندب حظه قرر يركب طيارته القديمة ويطير في السماء يمكن يلاقي أي أمل أو أي حد عايش في الكوكب. الفيلم ده ماسكه العظيم ريدلي سكوت، يعني توقع مشاهد سينمائية وكادرات تفتح النفس وهو بيوريك الدمار. ومش بس كده، ده جايب لك ميكس تمثيل بينقط عظمة ما بين جوش برولين وجيكوب إلوردي والمبدعة مارجريت كوالي. يعني لو بتحب أجواء الخراب والطيارات والصراع من أجل البقاء، الفيلم ده معمول لك مخصوص عشان يقنعك إن برغم الحر اللي احنا فيه فالحمد لله إننا لسه عايشين وما جاش علينا الفيروس. في المركز السادس كيوتي فيرسس أكمي. The cartoons are supposed to be funny. It's exciting. All eyes on you, ready to show what you got. For decades,
Is there anyone in the whole world? One of the most hard-working people I've ever met. He would never think of quitting. افتكر معايا كده كم مرة الكيوتي جاب صاروخ أو قنبلة ولا سكوتر من شركة أكمي عشان يصطاد بيه الرود رانر والمنتج فرقع في وشه هو. الراجل زهق وما بقاش قادر يستحمل خلاص، وفيلم كيوتي فيرسس أكمي قرر يرفع أكبر قضية تعويض في التاريخ. القصة بتبدأ جوه مخازن شركة أكمي نفسها. المحامي الفاشل بياخد قضية الكيوتي ضد الشركة العملاقة اللي بتصنع كل حاجة وعكسها البرامج اللوني تونز. والمفاجأة محامي الشركة الشرير مش حد عادي، ده النجم جون سينا بذات نفسه. يعني بدل ما تشوف حلقة كرتون عادية في 5 دقايق، انت قدام محاكمة القرن السينمائية، وهتشوف ميكس جامد جدا ما بين الانيميشن والواقع. الفيلم من اخراج ديف جرين ومن كتابة المبدع جيمس جون، ومعاهم الجميلة لانا كوندر وويل فورتيه. الفيلم هيرجع لك ذكريات الطفولة، بس المرة دي هتتمنى من قلبك ان الكيوتي يكسب القضية ويعلم على شركة أكمي. في المركز الخامس ذا ماجيك فار اواي. Apart from the prison of Dane Snap, 3 days detention out. This is bad, Tim. Don't say that. We've got to get back. Ready! We're going to help them buckle up. Sugary fruit punch? Don't mind if I do. Got quite a kick to it. عيلة هادية ولطيفة قررت تزهق من زحمة المدينة وقالوا نعزل ونروح نعيش في الريف والهدوء والسكينة. طبعا انت عارف اول ما عيلة في الافلام بتقول الكلام ده اللي بيحصل بعدها. فيلم ذا ماجيك فار اواي 3 المأخوذ عن سلسلة الكتب الشهيرة لإنيد بليتون بياخد العيلة دي لغابة غريبة العيال الصغيرة بيكتشفوا فيها شجرة سحرية عملاقة. الشجرة دي مش مجرد شجرة عادية، ده فيها سكان مجانين وغريبين الأطوار، وكل ما تطلع فوق بتنقلهم لعوالم وسحر وأراضي خيالية ملهاش آخر. والمفاجأة إن المغامرة دي كلها هي اللي بترجع تلم شمل العيلة وتصلح الروابط اللي باظت بينهم. الفيلم من إخراج بين جريجور وسيناريو سيمن فرنوبي وبطولة النجم أندرو جارفيلد والجامد جدا نونسو أنوزي. لو عايز فيلم مغامرة وخيال علمي يرجع لك شغف الأفلام اللي بتفتح النفس وتفصلك عن الواقع، ده هيكون اختيارك المثالي في أغسطس. في المركز الرابع ذا إند أوف أوك ستريت. How the hell is that even possible? تخيل تبقى قاعد في بلكونتك بتشرب الشاي بالنعناع عادي جدا، وفجأة يحصل ظاهرة كونية غريبة، تلاقي الشارع بالبيوت بالناس بكل حاجة اتخلعوا من الأرض واتنقلوا لمكان مجهول في آخر الكون. ده بالظبط اللي بيحصل مع عائلة بلاد في فيلم ذا إند أوف أوك ستريت. الشارع السكني بتاعهم بالكامل بيتنقل في غمضة عين لعالم غريب وغير معروف، والعيلة بتضطر تتحد مع الجيران عشان يتأقلموا مع البيئة الجديدة المرعبة دي ويحاولوا يعيشوا وسط التهديدات اللي مش فاهمينها. الفيلم ده بقى من تأليف وإخراج العبقري ديفيد روبرت ميتشل اللي عمل قبل كده فيلم الرعب الأيقوني It Follows، وبطولة النجمة الكبيرة أنا هاثاواي والأسطورة إيوان ماكريجور. تجربة خيال علم وإثارة هتحبسك في مكانك وهتخليك تبص من شباك شقتك كل شوية عشان تتأكد إن الشارع بتاعكم لسه في مكانه. في المركز الثالث سول ميت. Nobody will ever know you like I do. Power save mode now. Aubrey, she knows my name. This is all your fault. I'm not your enemy. Don't try that girl power shit. واحد مراته توفت وقرر بدل ما يدخل في اكتئاب يشتري روبوت ذكاء اصطناعي عشان تملى عليه البيت وتعوضه عن خسارته. طبعا انت فاكر ان الاي اي اقصى حاجه يعملها انه يكتب لك سكريبت فيديو او يعمل لك صوره. غلط يا صديقي، لان في فيلم سول ميت البطل قرر يعمل للروبوت تعديل في البرمجه عشان يخليها تحس بجد وتكون شريكة حياة حقيقية. لكن الموضوع هرب منه والروبوت اتحولت لسول ميت قاتلة ومفترسة. يعني الراجل حب يدلع نفسه ويخليها تحبه، لقاها بتقوله ان لو فكر يبص بره او حتى يقفل الواي فاي هتنهي حياته فورا. الفيلم ده طالع من نفس العالم المرعب بتاع فيلم ميجان ومن تأليفه قصة ملك الرعب جيمس وان ومعاه المخرجة كيت دولان وبطولة الجميلة كلاوديا دوميت اللي عرفناها من مسلسل ذا بويز والنجم ارتي فروشن. فيلم رعب وإثارة تكنولوجية هيخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تقول لشات جي بي تي بحبك. في المركز الثاني Insidious Out of the Further. All right. I'm just gonna take a look inside. Looks like there's something stuck in here.
But you can do something I didn't know was possible. You can bring demons back to the human world permanently. Maya? سلسلة انسيديوس رجعت تاني، وبدل ما الكوابيس والشياطين هي اللي بتيجي تزورنا من عالم ذا فورزر، البطلة المرة دي قررت هي اللي تروح هناك وتجيب الهدايا معاها وهي راجعة. فيلم انسيديوس اوت اوف ذا فورزر بياخدنا لقصة جيما، ام شابة عايشة مع بنتها في البيت اللي اتربت فيه، وفجأة بتكتشف ان عندها قدرة مرعبة على السفر لعالم الارواح ذا فورزر. ومش بس كده، دي عندها ميزة او تعتبر مصيبة، ان اي حاجة بتلمسها او تشوفها هناك تقدر تسحبها وتجيبها معاها للعالم الحقيقي. يعني بدل ما تنزل تشتري انتيكات واطباق للبيت، طلع عالم الارواح تجيب عفاريت وشياطين. الفيلم من اخراج جيكوب تشيس وبكتابة الاسطورة لي وانل الاب الروحي للسلسلة، وطبعا لازم نشوف العظيمة لين شي مع ميزي ريتشاردسون وسام سبويل. فيلم هيحبس أنفاسك بدون شك، وهيكرهك في أي فتحة باب أو لمسة ضلمة جوه بيتك. في المركز الأول ميوتني. I'm with a man named... I need to finish this. Knock down a puppet path. وصلنا للمركز الأول، ومعانا العادة السنوية اللي مفيش صيف بيكمل من غيرها. جيسون ستاثام محطوط عليه والبلد كلها بتجري وراه، وهو كالعادة بينفضهم واحد ورا التاني. فيلم ميوتني بيلعب على التيمة الأيقونية دي بأعلى ليفل. البطل كول ريد شغال حارس شخص المليونير ورجل أعمال تقيل. فجأة المليونير ده بيتقتل قدام عينيه، وبدل ما يدوروا على القاتل الحقيقي لبسوا الجريمة كلها لكول. دلوقتي ستاثام هربان من الشرطة ومطارد من عصابات دولية، وطالع عينه وهو بيحاول يكشف مؤامرة عالمية ضخمة عشان يبرئ نفسه. وطبعا زي ما احنا عارفين جيسون ستاثام بيقرر يحسمها بدراعه، وهنشوفه وهو بياخد حقه بنفسه على طريقة الأكشن السريع. الفيلم من إخراج جون فرانسوا ريتشيه، وبطولة البرنس جيسون ستاثام ومعاه الجميلة أنابيل واليس وأدريان ليستر. فيلم أكشن وسرعة وشغل سينمائي نقي، هيخليك تقعد على أعصابك وتستمتع بجرعة أدرينالين محترمة. اعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو بتحب النوع ده من الفيديوهات اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن عالم السينما والأفلام. أشوفكوا على خير.